ركلات الترجيح من علامة الجزاء، وده الاسم الصحيح ليها لما مباراة بتنتهي بالتعادل في مسابقة خروج مغلوب، سواء كانت كاس أو كاس عالم أو أيا كان. فبيحصل إن الفرقتين بعد الوقت الإضافي، وساعات من غير وقت إضافي بيبقى على طول مباشرة بعد ال90 دقيقة، بيعملوا ركلات الترجيح من علامة الجزاء. الإعلاميين والمذيعين يقعدوا يقولوا ركلات الحظ الترجيحية، ركلات المعاناة. هي فيها معاناة، طب ما هو ال90 دقيقة فيهم معاناة وال120 دقيقة فيهم معاناة. طب حظ ايه اللي هم بيتكلموا عليه؟ هي الكوره ما فيهاش حظ؟ هي الحياه عموما مش فيها حظ؟ الانسان بالنسبه له في كل حياته، اشمعنى ركلات ترجيح اللي ماسكين فيها حظ؟ ركلات ترجيح فيها الاتي: فيها بالنسبه للاعب ثبات انفعالي ودقه في التسديد ومهاره. فيها بالنسبه للمدرب ان هو تريننج، اولا بيكون ممرنهم عليها كويس، ثانيا كوتشنج، بيجي يوم اللحظه اللي هي فيها الركلات هتتلعب بيبقى هو شايف مين كان حاطط 5 أو 8 في دماغه قبلها، بيجي في الموقف ده ساعتها ممكن يعدل في اللي موجود. طيب ده بالنسبة للكوتشنج. في كمان بالنسبة لحراسة المرمى. طب حارس المرمى ده يعني هي ضربات حظ، وهو التألق اللي هو بيتألقه اللي مدرب الحراس بتاعه بيمرنوا عليها. لما بنيجي في كأس العالم 2014 يطلع حارس هولندا الاصلي وينزل تيمي كرول. طب مش ده كوتشنج؟ بالنسبه للمدرب عارف ان هو كويس في ضربات الجزاء عموما. يبقى اذا بنبخس حق الناس دول، ان هو في بالنسبه للحارس ثباته الانفعالي ودقته وتمرينه عليها، والمدرب ان هو ساعات بيطلع حارس وينزل حارس، او هو نفس الحارس بيكون متمرن كويس عليها. بالنسبه للعيب اللي بيشوط قلنا الاسباب اللي تخليه ان هو يقدر يخش يشوطها. كل ده نغفله واكتر من كده ونقول ايه؟ ركلات المعاناه او ركلات الحظ. ما ينفعش.